هنرجع للمتعة الكروية من جديد وهنتفرج على افضل الماتشات اللي كل العالم بيستنى علشان يشوفها، وهقول لكم على حاجة غريبة كده في نهاية الفيديو. بس دلوقتي هكلمكم عن مواجهة ما بين العملاق كريستيانو رونالدو ضد الاسطورة ليونيل ميسي، وده من المواجهات اللي العالم كله بيستمتع بيها، لان بنشوف ماتش مش بيتكرر كتير، لان كل واحد من الاسطورتين دول بيحب يطلع افضل ما عنده. وعلى فكرة الماتش ده مش بعيد، ده هيكون يوم 19 يناير اللي جاي على طول في موسم الرياض اللي هيكون ما بين نادي باريس سان جيرمان ونجوم نادي الهلال ونادي النصر اللي بينضم ليه كريستيانو رونالدو في الفترة الأخيرة. وأخيرا بعد طول انتظار هنتفرج على أفضل المواجهات اللي بنعشق إننا نشوفها. وهقول لكم معلومة جديدة، تعرف إن في تذكرة للمباراة اسمها التذكرة الذهبية، واللي أعلن عنها تركي آل الشيخ وقال إنه هيعمل مزاد للحصول على التذكرة دي، واللي بيكون فيها مميزات كتيرة جدا، وأهم مميزاتها حضور التتويج في الملعب نفسه، وبتخليك تقدر تدخل غرف الملابس بتاعت اللاعبين، لأن المباراة دي بيكون فيها نجوم كتيرة جدا، منهم ميسي ومبابي ونيمار وكمان كريستيانو رونالدو. بس الغريب بقى واللي هتتصدموا منه هو إن تركي آل الشيخ قال إن أقل مبلغ هيتحط في المزاد على التذكرة دي هو 1,000,000 ريال سعودي. بجد مبلغ فوق الخيال وفوق الوصف، ومن وجهة نظري كده دي تعتبر اغلى تذكرة لحضور مباراة في التاريخ. والاهم من ده كله، انا محمد اشرف.